مساء الخير على احلى واجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. عندك برطمان او ازازه اللي هي بتاعه البيبس؟ تعالي اعملي معايا احلى واجمل فراخ مشويه زي بتاعه المحلات، وكمان اطعم واحلى بكتير جدا. هنحضر الفراخ المشويه دي برطمان ازاز بجد تحفه، هتطلع معاكي بجد زي الزبده. بصوا كمان هقطع معاكم كده قطعه من الفراخ واوريكم قد ايه هي طريه جدا وطالعه تحفه. بصوا بقى الفراخ بتاعتنا بجد تحفه، واللحم من جوه ابيض جدا، بجد طعمها خرافه. لو جربتيها تعجبك جدا، مش هتبطلي ابدا تعمليها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس. يلا نروح مع بعض على المقادير. بصي بقى يا ست الكل، لو انت عندك برطمان ازاز بالشكل دوت هنعمل بيه الفراخ المشوية بتاعتنا. بصوا برطمان، اي برطمان ازاز عندك هنعمل فيه الفراخ المشوية، او ازازة بيبس اللي يعجبك اللي متوفر عندك اعملي بيه. اول حاجة بقى هستخدم ليمونة، وهستخدم فلفل احمر وفلفل اخضر وبصلاية وطماطم وتوم، توم فريش. بعد كده بقى هنستعمل بصل بودر وتوم بودر، وهنستعمل شطة وبابريكا وخلطة بتاعت فراخ، وهنستعمل ملح طبعا، ومعلقتين زيت ومعلقتين صلصة بتاعت طماطم. لو انت عندك الصلصة اللي انت بتسبكيها عادي استعمليها. لو عندك اللي هي الصلصة بتاعت البرطمانات برضو استعمليها، المتاح عندك استعمليه. انا استعملت اللي هي الصلصة البيتي العادية خالص اللي احنا بنعملها في البيت. تمام. بجيب بقى كبة او خلاط، ببدأ بقى افرم كل الكلام دوت. يعني بص كل الحاجات بتاعتنا دي بنفرمها مع بعضها بالشكل دوت. هعصر الليمون بس كده هوت بالشكل دوت، وبعد كده هنضرب كل دوت في خلاط او في كبة. تمام. بنعصر الليمون كويس، وبعد كده بنشغل بقى اهم حاجة نفرم الخليط دوت يبقى مفروم ناعم جدا يبقى معانا. يا ريت بقى لو انت وصلتي معايا لغايه كده في الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك حلو، ولو ما اشتركتيش معايا في القناه يا ريت هيسعدني كتير ان انت تشتركي معايا. تمام. بصوا انا خلطت الخليط بالشكل دوت لغايه ما الخليط بقي ناعم عندي بالشكل ده. تمام. بعد كده بقى حطيته في بوله، جبت بقى كل التوابل اللي هي الجافه بتاعتي، بدات اتبل بيها البصل اللي احنا حطيناه والخليط كله بالفلفل بكل حاجة. هنخلطه كويس جدا ونقلبه كويس مع بعض بمعلقتين الطماطم ومعلقتين الزيت. تمام. هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده بقى هنعمل بها الفرخة بتاعتنا. في الوقت ده انا كنت محضرة بقى مجهزة الفراخ بتاعتي، تبلتها وحطيتها في محلول ملحي. المحلول الملحي بنجيب خل وليمون وملح، وبننقع فيها الفراخ حوالي ساعتين لغاية ما تبقى كويس، يعني تنضف كويس. وبعد كده بنبدأ نغسلها كويس جدا، وبعمل لها فتحات بالشكل دوت بالسكينة علشان التتبيلة بتاعتي تدخل في الفراخ وتتشرب كويس جدا ويبقى طعمها حلو. تمام. بخلي الجلد بالشكل دوت من على، يعني بنخلي الجلد خالص، يعني بنفتح الجلد كده بحرف صباع ايدينا لغاية ما نخلي الجلد بالشكل دوت. تمام. بدخل بقى كل التتبيلة ديت في الفراخ علشان تبقى معانا كويسة وتبقى شاربة من التتبيلة. بصي لو انت عندك بقى وقت سيبي يعني بعد ما تتبلي الفراخ دي سيبيها حوالي ساعتين تلاتة. لو انت بقى عايزة تستعمليها على طول هتجيبي بقى برطمان تحطي فيه مية عادية من الحنفية، يعني تمليه تبقي حوالي ربعه بالشكل دوت. هتجيبي بقى اي صينية قديمة عندك، لان طبعا مع الشوي الصينية دي هتبدأ تحمر معاكي. تمام. هناخد بقى الفرخة بتاعتنا بالشكل دوت، هنبدأ بقى نحطها جوه الإزازة ونضغط عليها لغاية ما تتثبت كويس جدا. بصوا مفيش أي حاجة فيها صعبة، هتطلع معاكي الفراخ زي بتاعة المحلات وأنضف وأحلى وأطعم بكتير جدا. بعد ما بنثبت الفرخة بالشكل دوت ونضغطها كويس بالإزازة، بنبدأ بقى بنكون مجهزين الفرن على درجة حرارة عالية جدا، وبعد كده ببدأ أخدها بنحطها جوه الفرن. بتقعد عندي حوالي ساعة ونص بالظبط. بصوا أنا جبتها وأنا حطها في الفرن بالشكل دوت. أول بقى بتقعد حوالي تلت ساعة في الفرن على نار عالية، وبعد كده بهدي درجة الحرارة لغاية ما تستوي كويس جدا. بتطلع معايا بالشكل دوت. بصوا بتبقى جميلة جدا، كمان الكاميرا بجد ظلماها. الفراخ دي بجد تحفة، لو انت جربتيها مش هتبطلي ابدا تعمليها. بصوا انا بخرجها معاكم، هي لسه طالعة حالا من الفرن، كانت سخنة جدا.
هخرج بقى الفراخ من الازازة بالشكل ده او البرطمان بتاعنا، وبنبدأ بقى نجيب شوية خضرة بنبقى حاطينه كده على الطبق بتاعنا نزين بيه. بس في حاجة أنا نسيت بس لا أقولها، إن إحنا بنربط الفراخ بس رجليها بالشكل دوت وإحنا بنتبلها. تمام. وبكده فيديو النهاردة خلص، يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة ويكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني بقى الفيديو القادم. باي باي.